هنتكلم عن بند الكهرباء في شويه تفاصيل صغيره اخد بالي منها وانا باسس، عشان وانا بشطب اخد النتيجه اللي انا نفسي فيها. يلا بينا. اول هام لو هنتكلم في ريسبشن او في اي فراغ، لازم في جميع الاحوال، بس احنا هنا عشان في ريسبشن، في جميع الاحوال لازم نفرش الريسبشن مظبوط. نحدد مكان التلفزيون فين زي هنا كده مثلا. فلما حددنا مكان التلفزيون جهزنا مكان الكابل الاتش دي، جهزنا مكان الباريستين، جهزنا مكان الدش، جهزنا مكان النت، كل حاجه متاسس لها. حتى لو حبيت اجيب جهاز فيما بعد واحطه تحت برضه موجود. عملنا حساب الكاميرات، الكاميرا اللي هي بتاعت قدام باب الشقه، وعملنا حساب الراك بتاعها، وكل حاجه متظبطه. ده بالنسبه لمكان التلفزيون عشان ده بيكون الاهم بالنسبه للليفنج او الريسبشن. هنا عملنا حساب كافي كورنر، فبالتالي نوعنا في الاستخدام ما بين البريزه المجوفه والبريزه العاديه والبريزه الثنائيه والبريزه الثلاثيه. كل دي حاجات مهمه جدا وانا شغال في الريسبشن. اخد بالي كمان من البرايز اللي بعملها سبير عشان لو احتجتها، سواء وانا قاعد باكل على السفره او وانا قاعد على الليفنج، يكون جنبي على الطقطوقه الصغيره البريزه اللي انا ايا كان هستخدمها في ايه، المهم ان هي تكون موجوده. طبعا مش هننسى ان تكون اماكن المفاتيح بتاعه الاناره وقواطع التكييفات تكون موجوده جنب الباب على طول. كل دي تفاصيل صغيره وبرده مهمه. مش عايزين ننسى لو في ديزاين، طبعا لازم يكون في ديزاين علشان اخد بالي ان يكون توزيع الاناره الخاص بالديكور يبقى معمول حسابه ويكون متاسس له. حاجه زي كده في سقف زي كده اعمل حسابي ان الهيدن لايت ده يبقى متصمم وابقى عارفه من البدايه عشان اجهزه معايا في التاسيس. اعمل حسابي نوع الاناره اللي انا هعملها في السقف، سواء كان ماجنتيك او بروفايل او سبوت لايت، ايا كان نوع الاضاءه لازم اكون عارفها قبل ما ابدا تشطيب علشان ابقى عارف كويس جدا انا بعمل ايه. حاجه زي هنا مثلا في المطبخ، هنا معايا في المطبخ حاطين اهم الاجهزه، معايا الثلاجه، معايا الديب فريزر، معايا بعد كده بقيه الحاجات، الغسالتين سواء الاطباق او الواشنج ماشين، معانا بعد كده الحوض. خلاص كل ده حاجات متاسس لها ومتوظف لها. مكان زي ده معايا دي باريزه البلت ان، معايا ده مخرج الشفاط اللي هو بيكون بتاع الهود، ومعانا هنا كمان الدولاب الخاص بالفرن والميكروويف، ومعانا هنا كمان الجزء الخاص بالديسبنسر، هو عايز ديسبنسر بمواصفات معينه. فكل حاجه متاسس لها مظبوط من البدايه عشان تحصل على النتيجه النهائيه الكويسه. تعالى سريعا نمر مره على الغرف، او ممكن نخش غرفه واحده حتى علشان اقول لك ايه اللي بيتعمل فيها. انا مثلا معايا هنا في الديزاين ده في هنا سرير متر و20، في سرير متر و20. فخلاص هنا معايا الكومود، معايا باريزه ثلاثيه وباريزه ثنائيه، ده عشان الاستخدامات بتاعتي العاديه خالص. ومعايا هنا القواطع السكر دي، عايزين نبقى ننظف الجزء ده. ومعانا هنا القواطع السكر دي اللي انا بقدر اتحكم فيها في استخدام الاناره بتاعتي. خلاص. فطبعا دي حاجات اساسيه. نضيف على ده كمان ان انا معايا هنا في مدخل الغرفه قطع التكييف، مفاتيح الاناره، مفتاح الطوارئ، كل دي حاجات مهمه جدا. برضو مش هننسى المكتب بتاعنا. الديزاين هنا كان موجود الجزء ده في مكتب، فبالتالي محتاج هنا البرايز دي كلها، والجزء ده هيكون فيه تلفزيون، فبالتالي برضو متأسس له مجموعة التلفزيون بتاعتنا. خلينا نقول الخلاصة في بند الكهرباء: صمم كويس، افرش كويس، اعمل 3D لشقتك علشان كل حاجة، واعمل طبعا رسومات تنفيذية لكل تفصيلة لكل بند علشان ان شاء الله النتيجة النهائية تكون طالعة زي ما انت نفسك واحلى كمان. يومكم جميل، وتابعوني ان شاء الله عشان كل يوم تاخد معلومة في التشطيبات. سلام عليكم.